السلام عليكم. فيما يخص الحادثة اللي صارت مرة الأخرى، الحمد لله يا ربي راني في حالة جيدة ونطمئن جميع الأنصار وجميع واحد سقسا وتحير عليا. بارك الله فيك. هذا الإنسان أنا من جهتي راني مسامحو. هذا درس لينا باش نقصوا من العنف في الملاعب، وبيسك رانا جميع رانا خاوة ورانا مسلمين، ولا للعنف في الملاعب الجزائرية. الحدث هذا اللي صرا لي يقدر يصرى لأي مناصر ولا لأي لاعب. نتمنى ان شاء الله ما نزيدوش نشوفوا هذا الشيء في الملاعب الجزائريه. انا كنت مركز مع المباراه، حتى جاتني ضربه ما عرفتش منين جات، ما عرفتش حتى واش هي باش ضربوني. بعد ما جاني طبيب ودار الاجراءات الطبيه كامل، كنت انا في الوعي تاعي، حبيت نكمل المقابله ونوقف مع اصحابي ونكمل الدقائق اللي بقاو في المباراه. بعد المقابلة وبعد ما درت أنا الإجراءات الطبية كامل، كي كملت المقابلة شفت اللقطة تاعي، ما باش عرفت باللي تقست أنا بالحجرة هذيك. الحمد لله يا ربي استرني، وهذه الأفعال إن شاء الله ما نزيدوش نشوفوها في الملاعب الجزائرية. بعد المقابلة تكلمت مباشرة مع الأب والأم، كانوا حيتنقلوا لمدينة بسكلة. انا وليت هضرت معاهم قلت لهم راني في حاله جيده راني بيان. ومن في هذه النقطه نهضر على ان شاء الله ما يصراوش هذه الاحداث، بيسك عندنا والدين يتحيروا علينا، ومن اي واحد سواء لاعب ولا مناصر ولا ما. الاحداث هذه ان شاء الله ما تزيدش تتكرر، بيسك والدين راهم يتحيروا على اولادهم، وهذه هي.